بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اليوم غادي نقدم لكم تحميضات ديال البصلة. نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو 2 كيلو ديال البصلة، تكون صغيرة بهذا الحجم، ولا اذا كان ممكن صغير من هذا الحجم. عندي هنا 2 اطرو ديال الماء حطها على العافية، وتاليها كاس ديال الملحة، وفي نفس الوقت غادي نحط كاس ديال الملحة على البصلة كما كتشوفوا معايا. فاش كيذوب لينا الملح اللي حطيتها في الماء ويبدا يغلي، غادي نكب ديك الماء نيشان على البصلة ونخليها ترقد تماك يومين. تقدروا تحركوها مره. دابا دازو يومين وهي البصلة كتشوفوا الشكل ديالها. غادي نقيها كما كتشوفوا، هاي الطريقه باينه معروفه. صافي هاني سريت نضيف، وها هما انا خلطت البصله الحمراء والبيضاء، ولكن في التالي غادي نحط كل وحده في قرعه، كل لون في قرعه بوحدها. غليت الماء 2 لتر، وعاوتاني نكبو على البصله ونخليه لمده 10 دقائق. وفي هاد الاثناء غادي نحط عاوتاني الماء يغلي. هيا 10 دقائق تسالات، غادي نحيد البصله من هاد الماء ونصفيها. وعاوتاني غادي نحط عليها الماء اللي حطيته يغلي تاني، ونخليه هاد المره 5 دقائق. وفي هاد الاثناء عاوتاني غادي نحط 2 اطرو د الماء تغلي، وغادي نضيف عليها 2 معالق ديال السكر و8 المعالق ديال الملحه وكاس ديال الخل. بالنسبه للعبار ديال الكاس اللي انا كنستعمل فيه 250 مليلتر. فاش كيغلي وكينسجم هاد المكونات كاملين، كنطفيو على النار ونخليوه يرتاح لمده 15 دقيقه. ودابا درت لي 5 دقائق مع البصله، غادي نحيدها من الماء. هاي البصله ديالي فرزتهم وحطيت البيض بوحدهم والحمر بوحدهم، وزدت عليهم خيزو. هذا اختياري على حسب اللي بغيتو، تقدروا تزيدوا حتى اللافت ولا اي خضره عجبتكم. وزدت عليها حتى العطريه. عندي معلقه ديال الحبه السوداء ومعلقه صغيره ديال الابزار طحون وورق الرن ورق سيدنا موسى ومزوده، تكون انا عندي يابسه حطيتها يابسه. وخلط كل شيء، ومن بعد كنحطوهم في القريعات اللي غادي نضيف ليهم ديك الماء اللي وجدت. وفاش كنسالي من التمر كنغطيهم ببلاستيك الغذائي، وعاد كنسد القرعه ونحطهم في شي بلاصه عندك في الدار مظلمه لمده اسبوع، وغادي يكون عندك واجد. دابا مور اسبوع داز عندي، ها هي البصله تغير اللون ديالها وجدات ليا. هانتوما كتشوفوا، ها هي البصله البيضاء. وهي البصله الحمراء، حتى الماء ديال البصله تبدل لها اللون. كتكون بنينه بالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو متنساوش ديروا لايك وشير واشتراك. السلام عليكم.